هقول لكم انا عملت الفيديو ده ليه بقى. في يوم كنت ماشيه في الشارع وكنا بالليل فكان الجو كده حلو، فلقيت بنتين ماشيين وكانوا الاتنين لابسين قمصان بيضة او شميز ابيض وبنطلون اسود، وكان شكلهم حلو جدا. فانا بصيت على الهدوم بتاعتهم لقيت شكلهم نضيف وحلو. اول ما قربت منهم وانا ماشيه جنبهم بجد خلاص انا مش قادره اوصف لكم ايه الريحه البشعه دي بجد. اهلا يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو لسه اول مره بتشوفوني انزلوا اعملوا اشتراك، العلامه الحمراء اللي جنب الاسم، وكمان فعلوا الجرس على علامه الكل عشان يوصلكوا اشعار بكل فيديو بينزل في القناه. وكمان ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده عشان اللايك بيرفع الفيديو وبيوصل لاكبر عدد من الناس. انا صورت معاكم الفيديو ده عشان ايه بقى؟ بصوا الجو حر جدا وانتوا عارفين درجة الحرارة بتعلى جدا، وفي نفس الوقت احنا بنبقى مش عايزين نشم ريحة مش تمام حتى من نفسنا في الجو ده. حتى لو في الشتاء لازم ناخد بالنا من نظافتنا الشخصية، وده الفرق بين البنات والولاد. يعني ممكن تلاقي ولد ماشي في الشارع ريحته مش تمام بس ده ولد، لكن البنت معروف عنها النظافة، ولازم يبقى عندنا كده روتين نظافة شخصية نمشي عليه. واهم حاجة ان احنا ناخد الشاور بتاعنا خصوصا قبل ما ننزل الشارع. ولو انت كمان علمي ولادك من صغرهم ان هم ياخدوا بالهم من نظافتهم الشخصية. يعني انا عندي ولد بخليه يوميا ممكن يغير في البيت يعني هدومه مرتين ثلاثة وياخد شاور. يعني اهم حاجة يبقى عارف كده ان انا الهدوم مش تفضل عليا حتى يوم، لازم اغير هدومي حتى مرة في اليوم، اقل حاجة مرة في اليوم، ممكن مرتين ثلاثة في اليوم. تمام. وخصوصا لو نزل يلعب او كده او بيلعب مثلا في الشارع، اول ما يطلع ياخد الشاور ويغير هدومه على طول، دي معروفة وانا بعمل كده مع ابني بصراحة. ولو بنت تكثفي العناية الشخصية عليها او تعلميها ان هي تاخد بالها من نفسها اكتر. فما بالكم بقى ان انتي بنوتة وشكلك كيوت كده وقمر بتحطي ميك اب وبتعرفي تلبسي وكل ده. هقول لكم انا عملت الفيديو ده ليه بقى. في يوم كنت ماشية في الشارع وكنا بالليل فكان الجو كده حلو، فلقيت بنتين ماشيين وكانوا الاتنين لابسين قمصان بيضة او شميز ابيض وبنطلون اسود، وكان شكلهم حلو جدا. فانا بصيت على الهدوم بتاعتهم لقيت شكلهم نضيف وحلو. اول ما قربت منهم وانا ماشية جنبهم بجد خلاص انا مش قادرة اوصف لكم ايه الريحة البشعة دي بجد. انا اللي هو بصيت لهم بصدمة وقلت ده انتوا بنات وشكلكم ضاف، قلت مع نفسي كده. واللي هو يعني صعب ان انت ترجعي وتقولي لها خدي بالك من نفسك، حطي مزيل عرق، استحمي، اعملي كده. لا صعب جدا بجد. والله العظيم يا بنات انا حسيت ان في حاجه كده دخلت عليا وصهد وريحه مش تمام ابدا. اخدت بعضي ومشيت وبقيت مصدومه، وكنا ماشيين كمان على طريق البحر، يعني كان في هوا في المكان ده، فاي حاجه بتبان يعني لما بيكون في هوا او كده فبيطير الريحه عليكي. فانا جايبه لكم روتين بسيط جدا. لو انت بنت في سن مراهقه، بنت اول ما بيبدا يطلع لنا غدد عرقيه كده، نعرف البنت ان انت هيبقى معاكي مزيل عرق حتى لو كريم كده صغير وسعره بسيط. انت كأم تنزلي تشتري لبناتك الحاجات دي، تعرفيها الليفه والشاور وتحط لها حاجتها كده. هدومك الداخليه ما تبقاش عليكي اكتر من يوم، غيري هدومك باستمرار. لو هي صغيره وانت علمتيها الحاجات دي خلاص هي هتكبر على كده. زي ما احنا بنبقى عارفين مثلا الملاية بتاعتنا مثلا بنغيرها مرة أو مرتين في الأسبوع، الفوطة ما بتقعدش كتير في الحمام، مش عارف ايه، في طقوس كده وحاجات بنكبر عليها. فاحنا هناخد خطوة خطوة بالتدريج كده. لو انتي واخدة شاور ونزلتي الشارع ورجعتي، الطرحة والبندانة والهدوم والداخلي والخارجي كله يتقلع ويتغسل. حتى لو هتغسليهم على ايديكي كده بشوية اريال، شوية اريال يعني حاجات من اللي هي مش مقاطعة. اريال دي احنا اتعودنا عليها ان هي كلمة اريال اللي هو المسحوق يعني. اي مسحوق باودر جل بتحبيه، اوكسي عندك، في مسحوق غسيل انا بستخدمه اسمه باهي، حلو قوي وريحته حلوه بيخلي الهدوم ريحتها حلوه ومنعشه. المسحوق ده بيبقى عبوه كده عليها كمان زياده في حجم العبوه ب 15 جنيه، بيقعد معاكي وقت. فاول ما تقلعي هدومك دي كلها تتغسل، ده الاول هويها كده عشان تنشف من العرق لو فيها اي عرق. طبعا الحمد لله من الروتين اللي انا بعمله وان انا بطلع هدومي حتى الداخليه بتبقى ريحتها حلوه، ريحتها برفيوم، ريحتها بودي سبلاش، ريحتها لوشن من اللي انا بحطه للجسم. ايا كان الروتين اللي انت بتمشي عليه، المهم كل ده يتقلع ويتغسل خصوصا لو نزلتي في حر شديد جدا. تمام.
المهم كمان الهدوم الملامسة لجسمك هي اللي تتغسل بسرعة. لو انا مثلا لابسة الجاكيت ده ونضيف فعادي جدا مش هعمل فيه اي حاجة، بس اهم حاجة الهدوم الداخلية. تمام. المهم، وبعدين نمشي بقى على روتين. اهم حاجة ان احنا نستحمى اقصى حاجة، هنقول مثلا 3 مرات في اليوم في الحر اللي احنا فيه ده. اول ما تصحي من النوم تاخدي شاور بميه بس. نص اليوم كده بعد ما طبختي عملتي مجهود اي حاجه تاخدي شاور. لو انت خارجه تاخدي شاور يكون بصابون، اللي هو بيكون بشاور جل عادي، اي شاور جل بتستخدميه وليفه كده ننضف بشرتنا عشان بيبقى عليها جلد ميت، عليها دهون، عليها رواسب، اي حاجه. تحطي مزيل عرق او ديودرنت، رول اون، ايا كان اللي بتسموه. اهم حاجه في الموضوع ده كله مزيل العرق ما يطلعش من بيتك، يبقى موجود خلص، تبقي عامله حسابك ان مزيل العرق ده لازم يكون عندي. ده اهم حاجه في الروتين كله. ممكن تاخدي شاور وتحطي مزيل عرق وتطلعي على كده انت كده زي الفل وتمام، مفيش اي حاجه مخمريه اي حاجه. فانا هقول لكم المنتجات اللي انا بستخدمها، منتجات بسيطه جدا، مش شرط تجيبوا نفس المنتج. لا، انا بقول لك الحاجه وانت تجيبي بقى المنتج اللي يعجبك نفسه، النوع اللي يعجبك، الشركه اللي تعجبك. اول حاجه زي ما قلت لكم يكون عندنا اي شاور جل. عندكم الشاور ده بجد تحفه قوي، اسمه دوش، اللي هو باللافندر ده، ريحته تحفه بجد يا بنات. وده العبوه دي كلها سعرها 18 جنيه و350 مللي. تاخدي منه حبه كده بيرخي جدا على الليفه وبيبقى حلو. وفي كمان الشاور بتاع عمود ده، العطر اللي هو خليجي ده، حلو قوي بالعود تقريبا او حاجه كده. وده سعره في حدود 65-70 جنيه في الصيدليه، وده حجمه 730 مللي وبيقعد برضو معاكي وقت، وريحته حلوه ومنعشه. واهم حاجه ان هما ما بينشفوش الجسم خالص. من ضمن الحاجات اللي احنا نهتم بيها ان الشاور جل بتاعنا يكون ما بينشفش الجسم. لا، في الحر ده صعب جدا، لازم قدامنا ازازه ميه ونقعد نشرب في ميه. اهم حاجه ان انتي تشربي ميه طول الوقت. الميه كمان بتخلي الجسم حلو وبتنقيه من السموم والعرق والحاجات دي كلها يعني. بعد كده، بعد ما بنخلص بعد ما بنخلص الشاور بتاعنا بنبتدي بقى نحط ترطيب للجسم. لو احنا خارجين حاولي ما تعمليش الخطوه دي كتير، مش كل شاور تعمليه تحطي البودي لوشن بتاعك او زيت او اي حاجه على الجسم وكده. لا، لو هتحطي مثلا مزيل عرق او هتحطي بودي سبلاش ده تمام ماشي، او بادي ميست ايا يكن يعني. بس عشان اللوشن اصلا اكتره بيعرق الجسم مع الحركه وكده، بس بيدي ريحه حلوه طبعا. عندك انا بستخدم ده تيلوفيل، حلو قوي، اللي هو البودي لوشن بتاعهم. وده حجمه 250 مللي، بس ده سعره كان ب 180 جنيه، كنت جايباه وكمان بستخدم الرول اون بتاعهم، وده تيلوفيل برضو، وده حجمه 60 مللي وكان ب129 جنيه. بس ده من الحاجات اللي انا خدتها فري على المنتجين اللي انا جبتهم. وكنت جايبه كمان منه ماء الميسلر والغسول، اللي هو ماء الميسلر ده اللي بينظف البشره من الميك اب والشوائب وكل الحاجات دي. فمن الحاجات الحلوه قوي ومصريه، مش هقول لكم رخيصه، ولا هو سعره كده غالي، في حاجات طبعا اقل من كده بكتير. بس ضروري يكون عندك رول اون او مزيل عرق. ريحته بصوا، ده ريحته نضافة كده، ريحة نضافة كأنك مستحمية بصابون، حاطة صابون، يعني حاجة نظيفة كده. بيحافظ على ان ما يطلعلكيش ريحة عرق. ماشي. لو بتعرقي كتير بتجددي الرول اون او الديودرنت بتاعك كل فترة. ممكن تستخدمي ممكن كمان تستخدمي دي العود الملكي، حلو قوي برضو، بيشيل ريحة العرق، ما بيخليش فيه اي ريحة عرق، وكريمي كده وحلو قوي وما بيعرقش، ريحته تحفة. وده سعره في حدود 30 جنيه. واي بادي ميست ترشيه عندك كده يعني يكون ريحته حلوه. هو اصلا قرب يخلص تقريبا، خلصت 3/4. هو اسمه كنوز الشام تاتش مي. ريحته حلوه قوي منعشه، في كمان جليتر كده بيلمع يعني من جوه. بترجيه كده وتبداي ترشي مثلا على اماكن النبض بقى، في الحتت دي كده بعد ما ناخد الشاور. طبعا مش نكون عرقانين ونفضل نرش وكده، لا طبعا هتبقى ريحه بشعه وسيئه جدا. ماشي. كان سعره 85 جنيه، دلوقتي هنقول في رينج 100 جنيه أو 110، مش هيزيد عن كده. أي بودي ميست بتحبيه حتى لو إزازة صغيرة كده من أبو 30-40 جنيه، اللي هو أبوبة أي حاجة، ريحته برضو حلوة ومنعشة.
وكمان يكون عندك مخمرية، والمخمرية دي اسمها رنة خلخال ب15 جنيه وريحتها تحفة. تاخدي بقى منها دي عند ودنك كده ورا الودان في الأماكن اللي هي بتاعة النبض، تحطي مثلا حتة كده عند السرة، عند أماكن النبض هنا، فهتخلي ريحتك كده منعشة. لو ما عندكيش مثلا بادي لوشن، استخدمي زي ما قلت لك اي حاجه من دي. استخدمي زيت خفيف على الجسم مثلا زي زيت الاطفال، طبعا جونسون مقاطعه، ممكن نجيب زيت نونو او اي ماركه بتاعت اطفال مش مقاطعه. في نوع اسمه مش عارفه اوليفا او اوليفيا حاجه كده، برضو زيت للاطفال بزيت الزيتون برضو حلو. وسعره تقريبا 40 جنيه. فأي حاجة تقدري تجيبيها جيبيها، المهم يكون عندك أساسي بروتينك، شاور جل ما بينشفش الجسم، عندك أي رول أون أو كريم مزيل للعرق، عندك أي بودي لوشن، أي بودي ميست. وهي دي الحاجات اللي هتديك النظافة والريحة الحلوة قوي، خصوصا مزيل العرق، ده أهم حاجة عشان العرق. ولو انت يعني حاسة بعرق اوفر أو زيادة، ممكن تروحي للدكتور أو تشوفي حل المشكلة دي، او تخلي دايما الديودرنت بتاعك في الشنطه. لو رحتي اي مكان تقدري تجدديه، يبقى معاكي مثلا مناديل مبلله او اي قطنه كده تحطي عليها ميه وتمسحي المكان، وبعدين تجددي المزيل بتاعك. وبس كده، هو ده الروتين بتاعنا. وضروري جدا نغسل الهدوم والطرحه والبندانه. وكمان دايما شعرنا نهتم بغسيل الشعر وكده، مش دايما نغسله بشامبو، مرة أو مرتين في الأسبوع نستخدم الشامبو اللي فيه سلفيت او سلفات، المادة دي يعني اللي هي بتنظف الشعر. مرة او مرتين بعد كده ممكن تستخدمي حمام كريم تغسليه بالبلسم كده يعني. بس المهم نحافظ على نظافة شعرنا، ودايما نهويه، ما نسيبهوش يبقى متكمكم في الكحكة والطرحة. اول ما نيجي من بره نفك ونقعد براحتنا كده، ونغسل الهدوم بأي مسحوق زي ما قلت لكم. وبس هو ده الروتين بتاعنا، احنا بنات لازم نكون نضاف كده، وعنواننا النظافة. وطبعا النظافة معروف في الإسلام عندنا إن النظافة من الإيمان. فطبعا النظافة دي عنواننا، سواء بقى مسلمة مسيحية من أي ديانة، النظافة دي أهم حاجة عند البنات. أنا بشوف بنات على فكرة دلوقتي في سن مراهقة وبنات صغيرين ماشيين وحاطين ميك اب، بس مش مهتمين بنظافتهم الشخصية. فيا جماعة وعوا أولادكم، وعوا أخواتكم، يعني كلنا نقول لبعض كده. ولو شميتي من حد قريب منك ريحة مش حلوة، قولي لها مثلا حطي مزيل عرق، خدي شاور كده يعني. فاهتموا بنظافتكم على قد ما تقدروا. وانا طلعت اقول الفيديو ده لاني بجد بشوف والله العظيم بنات زي القمر وبيطلع منهم روايح مش تمام ابدا. وانا الحمد لله بحب حتى لو انا لسه نازله دلوقتي اخد شاور قبل ما بالذات في الصيف والحر ده. واهم حاجه مزيل العرق يكون عندي، والبودي لوشن والبودي ميست اختياري زي ما قلت لكم، والحاجات دي بس. اشوفكم على خير في فيديو جديد. اوعوا تنسوا اللايك عشان بيرفع الفيديو، وكمان تشتركوا في القناة. اسفة لو كنت اتكلمت كتير في الموضوع ده، بس الموضوع ده مهما اتكلمنا عايز يتعمل فيه فيديوهات كتير قوي، لان في ناس كتير بتسمع المواضيع دي والحاجات دي وما بتطبقش اي حاجة من اللي بنقولها، وما بتبقاش شامة ريحتها او واخدة بالها، او ممكن تكون شامة ومطنشة خالص.